لواندا عاصمة أنغولا، والشوط الثاني من مباراة الدور النهائي لكأس أفريقيا لكرة اليد في نسختها 18. الشوط الأول انتهى لفائدة المنتخب التونسي 16 مقابل 12، لكن بعد سيطرة تونسية واضحة وأخذ للفارق المنتخب المصري بدأ يستفيق نوعا ما في نهاية الشوط الأول. وهنا هجوم على الجهة اليسرى والهدف الثالث عشر بإمضاء بلال عواد 16 مقابل 13. إذا دخول قوي لفئة المنتخب المصري في هذا الشوط الثاني. المنتخب المصري تحسن مردوده في الفترة الأخيرة من الشوط الأول، وكذلك في بداية الشوط الثاني الآن بهذا الهدف. إذا ينزل الفارق إلى 3 أهداف. الدفاع المصري الدفاع متقدم حركي أكثر، محاولة التصدي لوسام حمام عن بعد. صبحي سعيد ينطلق ووسام حمام أيمن حماد، ولكن التفاف جيد من الدفاع المصري. أيمن حماد ينطلق ومحاولة، وهناك رقابة شديدة على أيمن حماد، أفضل لاعب تونسي في الشوط الأول، سجل 5 أهداف، اللاعب رقم 9. ولكن هنا طبعا مراقبة شديدة من حسن عواد على أيمن حماد. دفاع مصري أكثر حركية كما قلت، تسديدة وممتازة جدا من حارس المرمى حماد النقيب. هجمة مرتدة لفائدة المنتخب المصري، الكرة تخرج ولكنها لفائدة المنتخب التونسي. هجمة مرتدة، انفراد وصبحي سعيد والحارس محمد حماد النقيب مرة أخرى يتألق. كرة كانت في طريقها للشباك، كرة مهمة، دخول قوي جدا لحارس المرمى المصري حماد النقيب صاحب الخبرة الكبيرة، هذا الذي عاشر العهد الذهبي لكرة اليد المصرية. أمامنا عملية الإسقاط، اللوب غير موفقة، وأيضا اللقطة الجميلة من حارس المرمى المصري. 16 مقابل 13، دقيقتين في هذا الشوط الثاني. المنتخب التونسي دفاع طبعا لاصق 6-0 مع توجه نحو أحمد الأحمر بشكل خاص، لكن هناك ثغرة ويستغلها الدفاع، يستغلها الهجوم المصري كما ينبغي. ممتازة جدا، الهدف الرابع عشر، تمريرة يعني ذكية جدا إلى لاعب الدائرة. كانت هناك هفوة من دفاع المنتخب التونسي. ومحمد رمضان يسجل. اللاعب حسن عواد ملقى على الأرض أمامنا بعد هذا الحوار بينه وبين أيمن حماد. أمامنا الإعادة، ربما هذا للهدف الذي سجله أعتقد يحيى الفخراني، غير واضحة الصورة. بينما حسن عواد أحد لاعبي الأهلي في المنتخب المصري، حسن فنديتش، هنا يتساءل ماذا يحدث للمنتخب التونسي. أكثر تركيز الآن المنتخب المصري. أمامنا الإعادة لهذا الهدف، والدفاع المصري يمنع لاعبي المنتخب التونسي من تمرير. تسديدة أخرى ضائعة يتصدى لها حارس المرمى من وسام حمام، والهجوم لفائدة المنتخب المصري الآن بسرعة. تمريرة تصل إلى لاعب الدائرة ومروان مقايز، ممتازة من مروان مقايز. كرة ربما كان بإمكان المنتخب المصري أن يسجل الهدف الخامس عشر. هناك هبوط لمستوى المنتخب التونسي، تحسن كبير في أداء المنتخب المصري على مستوى الهجوم وكذلك على مستوى الدفاع. كرة تبقى لفائدة المنتخب المصري بإشارة من الحكم الروماني أحمد الأحمر. رقابة شديدة على هذا اللاعب، لكنه نجح في الشوط الأول في تسجيل أهداف جميلة جدا. عملية تقاطع والمحاولة الوصول، هناك ثغرة تصل ولكن تغطية ومعها خطأ أيضا على وسام حمام. مخالفة 9 أمتار لفائدة اللاعب محمد رمضان. يجد صعوبة المنتخب التونسي على مستوى الدفاع. مخالفة 9 أمتار تنفذ. 3 دقائق و30 ثانية والمنتخب المصري يقترب في النتيجة. هل تكون هذه المرحلة الانتقال؟ تمريرة وتصل إلى لاعب الدائرة، ولكن مرة أخرى مروان مقايز، ممتاز جدا مروان مقايز.
حراس مرمى من طراز عالي في هذه المباراة. تصل وهذا الهدوي والكرة على القائما يعني سوء حظ كبير في هذه اللقطة. ويتوقف الرصيد الهجومي للمنتخب التونسي في الهدف رقم 16 أمامنا. سليم الهدوي لم يسعفه الحظ في هذه التسديدة. 4 دقائق لعب في الشوط الثاني. يبدو أن المباراة ستعرف حماس كبير في هذا الشوط الثاني. تحسن كثيرا مردود المنتخب المصري مقارنة مع الفترة الأولى في الشوط الأول. سنزكي يسري، حسن يسري الذي دخل أعطى يعني حركية كبيرة لهجوم المنتخب المصري بسرعة تنفذ، وهدف لفئة المنتخب المصري. بهتة من دفاع المنتخب التونسي، ومرة أخرى بلال عواد والهدف ال15. بينما مروان مقايز يتألم. مروان مقايز يتألم. هل وقعت اصطدام مع بلال عواد أم أنها الأرضية التي تسببت في الكثير من المشاكل أمامنا؟ نفذت بسرعة، وربما الإعادة، ربما احتجاج من لاعبي المنتخب التونسي، لأنه بلال عواد كان داخل خط الدائرة قبل تنفيذ المخالفة. على أي حال الهدف يعتمد حسب اعتقادي. أربعة دقائق و30 ثانية، وهنا حارس المرمى الحارس الذي أيضا كان له تاريخ أيضا مع المنتخب التونسي. أمامنا ساعة. أولا الإعادة ليس هناك يعني قصد، ولكن على أي حال كنت أتحدث عن سليم الزهاني الذي لا يدخل للمباراة، لأن مروان مقايز طبعا يعود لحراسة المرمى والدفاع. هناك نوع من الخشونة وتنفيذ، يعني الحكم يحاول تهدئة الأمور. طبعا رقابة شديدة على وسام حمام وكذلك عصام تاج. أيمن حماد والكرة الحارس والعارضة وتضييع الكرة. لم تلمس الحارس لأن الكرة تعود لفئة المنتخب المصري أعتقد. ستاشر مقابل 15. المنتخب المصري يدخل بقوة، يعطي انطلاقة جديدة لهذه المباراة. الهجوم المصري الآن وتسديدة، ولكن خارج المرمى، خارج المرمى. طبعا الصراع كما أشرنا في البداية لا يمكن أن يكون صراع يعني عادي بين المنتخبين. الإمكانيات موجودة، التسديد موجود، وهناك خطأ لفائد حسين زكي الذي حاول التأثير، ربما إيقاع منافسه في الفخ للخروج لمدة دقيقتين، ولكن الحكم كان أعلن أمامنا طبعا الخطأ، مخالفة 9 أمتار فقط لفائدة المنتخب المصري. وانطلاقة جديدة للمباراة. الحركة، تضييع الكرة، ضاعت الكرة، فرصة لفائدة المنتخب التونسي ربما لمحاولة العودة في النتيجة. فرصة أخرى إذا كرة أخرى تضيع على المنتخب. تمريرة كانت بعيدة من حسين زكي. أيمن حماد، عصام تاج، مراقبة بشكل كبير، والدفاع داخل خط الدائرة، وهناك استبعاد لمدة دقيقتين. استبعاد لمدة دقيقتين، والحكم الروماني سوريندين إذن يقرر استبعاد اللاعب حسن عبد عواد لمدة دقيقتين، الثانية هي في رصيد هذا اللاعب. أمامنا خروج لمدة دقيقتين على المنتخب التونسي إذا أراد أن يتفادى الوقوع في تحت الضغط، أن يستفيد من هذا التفوق العددي. لاعبان على مستوى الدائرة،
تألق لحارس المرمى المصري حماد النقيب مرة أخرى أمام أنور عياد، لم يأخذ المساحة كما ينبغي، ولو من المدرب حسن أفنديتش ربما تسرع، ربما يقول له لماذا تسرعت. والكرة مصرية الآن، المنتخب المصري منقوص عدديا، سيحاول الحفاظ على هذه الكرة. نشاهد شكل الدفاع والتسديد، الكرة من الجناح والهدف السادس عشر، التعادل 16 مقابل 16، التعادل مقابل 16 مقابل 16. ومرة أخرى مصطفى محمد سيد من الجناح الأيمن أمامنا، تمريرة ذكية من زميله أحمد الأحمر، والمباراة إذا تنطلق من جديد. 8 دقائق في الشوط الثاني، وتدخل دفاعي وورقة صفراء لمساعد مدرب المنتخب التونسي أو مدير الفريق، أو ربما لا، مساعد مدرب المنتخب المصري. كرة لفائدة المنتخب التونسي، تحسن كثيرا مردود الدفاع المنتخب المصري في هذا الشوط الثاني، وكما أشرنا دائما الدفاع والكرة لفائدة المنتخب المصري، الكرة لفائدة المنتخب المصري. تألق حارس المرمى حماد النقيب أمامنا، لمس الكرة باليد اليسرى، وهناك خطأ دائما لفائدة المنتخب المصري. سر العودة، عودة المنتخب المصري هي في التحسن الدفاعي وكذلك تراكم أخطاء المنتخب التونسي. والتسديدة من وسام حمام لم تكن مركزة، إذن على في مناسبتين المنتخب التونسي يضيع كرة في الهجوم وهو في تفوق عددي. حماد النقيب، محمد محمود النقيب، ويعرف محمد حماد النقيب، دور كبير يقوم به في هذه المباراة الآن التي تنطلق من جديد ونحن في الدقيقة 9 من الشوط الثاني. تتحمس المباراة، وتتساوى الحظوظ، والمنتخب المصري يستعيد كامل لاعبيه، وهدف آخر لفائدة المنتخب المصري، هدف آخر، تسديدة مباغتة، تسديدة من محمد إبراهيم عبد السلام، وكرة تونسية تضيع أيضا، يرتبك لاعبو المنتخب التونسي، وكرة أخرى تضيع، والتقدم الآن لفائدة المنتخب المصري. تسديدة قوية للغاية على يمين حارس المرمى مروان مقايز. يعود مصطفى محمد سيد بعدما كان أصيب، بينما بلال عواد يأخذ مركز الجناح الأيسر. استفاقة قوية للمنتخب المصري، والهجوم مصري الآن، وصراع بين حسن يسري وعصام تاج، وهدف آخر لفائدة المنتخب المصري. مصطفى محمد سيد الهدف الثامن عشر. عودة قوية وقوية جدا للمنتخب المصري، نجاح على المستوى الهجومي، نجاح على المستوى الدفاعي، والحكم الروماني وربما وهناك طبعا بين عصام تاج واللاعب زميله أو منافسه المصري حوار. الأعصاب بدأت تتوتر، وما نتمناه طبعا هو أن تبقى الكرة أو المباراة في نطاق الروح الرياضية. وعصام تاج يسجل الهدف السابع عشر، بينما هناك لاعب ملقى على الأرض وصرخة من الجمهور، وأعتقد صبحي سعيد هنا أمامنا. هذه إعادة للهدف، ولكن الكاميرا لا تبين لنا ماذا حصل فيما بعد.
هناك يد على وجه سعيد. الذي يتلقى الإسعافات الأولية. الهدف الرابع لعصام تاج. إذن استفاقة المنتخب المصري في بداية الشوط الثاني تعطي للمباراة نفس جديد، وهذه إعادة لهدف عصام تاج الأخير. الجالية المصرية المتواجدة في لواندا. التقدم لفئة المنتخب المصري 18 مقابل 17. 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. مباراة نهائية في مستوى القمة. كرة تعود لحارس المرمى. كرة تضيع على اللاعب بلال العوض. صبحي سعيد ينطلق. والدفاع المصري دفاع متقدم موجه إلى وسام حمام. ورمي حرة فقط لوسام حمام الذي بحث عن التسلل بمفرده. حسن فانديتش بدأ يفقد أعصابه كيف لا، وكان وفريقه متقدم بفارق 4 أهداف و5 أهداف. يطلب من اللاعبين التريث وتمرير الكرة والاحتفاظ بالكرة. الدفاع المصري تحسن كثيرا في هذا الشوط الثاني، وممتازة من حارس المرمى النقيب مرة أخرى. كرة صعبة للغاية تصدى لها من أيمن حماد، لكن الكرة تبقى لفئة المنتخب التونسي. عملية تغيير مراكز، دخول أكثر من لاعب على مستوى الدائرة من المنتخب التونسي، والصراع متواصل، مراقبة شديدة. وسام حمام الحائط سيسدد. وهذه المرة هدف التعادل من وسام حمام. وسام حمام وتغطية جيدة للدفاع للحائط الصيانة إن صح التعبير، وليس للحائط الدفاع. التعادل 18 مقابل 18. ستكون مثيرة جدا المباراة في باقي الوقت، أعتقد ذلك بتحسن أداء المنتخب المصري. ومروان مقايز ورمية جزاء لفئة المنتخب المصري بإشارة الحكم الروماني. الدفاع كان داخل خط الدائرة حسب إشارة الحكم. أمامنا انطلاقة الأحمر، وفي التنفيذ أحمد الأحمر، وقوية جدا على يمين حارس المرمى مروان مقايز. 19-18 لفئة المنتخب المصري، قوية للغاية. الهجوم التونسي الآن بالدفاع 4-2 الذي يقوم به المنتخب المصري. أصبحت عملية تمرير الكرة صعبة بالنسبة للمنتخب التونسي. والدفاع المصري يتحرك بسرعة. أفضل بكثير مردود الدفاع المصري من الشوط الأول. ومباغتة من صبحي سعيد. صبحي سعيد والهدف التاسع عشر يعدل النتيجة. إذن 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. صعبة جدا أيضا هذه التسديدة، وفيها الكثير من الذكاء من لاعب التنسيق التونسي صبحي سعيد. التعادل مجددا. دفاع التونسي 6-0، وسليم الهدوي موجه على الأحمر، ومخالفة 9 أمتار لفئة المنتخب المصري. حركات المدرب ورياض الحارس رياض الصانع الدولي السابق للمنتخب التونسي.
فرصة والحارس مقايز يتألق هنا أمام مصطفى محمد سيد. ارتقاء جيد ولكن أيضا التغطية كانت جيدة. شاهد الدفاع المصري متقدم جدا، واعتقد بهذا الاسلوب يمنع كثيرا لاعبي المنتخب التونسي من القيام بالعمل المطلوب. نشاهد حسام حمام عليه لاعبان، وسام حمام ينطلق وتسديده ولكن حارس المرمى النقيب موجود. هجمه مرتده لفائده المنتخب المصري، يحاول الاسراع الانطلاق ولكن الجناح الايمن مطلوق والدخول لا. هناك مصطفى محمد سيد على الارضيه طبعا. والاعصاب طبعا لا فائدة في مناقشة الحكم، لا فائدة في مناقشة الحكم. والضارب هو الذي سقط طبعا. مصطفى محمد سيد هو الذي ضرب عصام تاج ثم سقط امامنا. المسك من العنق ثم ضربة اللكمة، ثم اللكمة على الرأس وسقط طبعا. تمثيل، واعتقد انه يعني اوقع في الفخ حتى زملائه لانهم اعتقدوا بالفعل ان هناك اعتداء، ولكن الاعاده كشفت وماذا يقرر الحكم؟ الحكم يأمر الحارس بالعودة. اعتقد ان طبعا لسنا بحاجة لمثل هذه اللقطات. التعادل الآن 19 مقابل 19 والهجوم لفائدة المنتخب المصري الآن. موجه الدفاع التونسي، تقطع الكرة لفائدة المنتخب التونسي ولكن الحكم يقول هناك خطأ لفائدة المنتخب المصري. جميلة جدا، تسديدة قوية للغاية، تسديدة جميلة للغاية، وهدف الرقم 20 لفائدة المنتخب المصري. واللاعب حسن يسري يبقى على الأرضية. التسديدة واصطدام بينه وبين وسام حمام. الاصطدام الأول هو الذي كان فيه الإشكال. ومرة أخرى إذن الاحتكاك، وأعتقد أن طبعا إذا لم يتمكن الفريقان وأقصد اللاعبين من ترويض أعصابهم فقد تحدث أشياء لا نتمناها، لأن الجميع يتمنى أن تشهد هذه المباراة مستوى فني كبير. الأعصاب هي التي تترك الفريقين يلعبان على مستوى غير مستواهما في كثير من الأحيان. حسن يسري أمامنا الإعادة. الاصطدام الأول أعتقد هو الذي أدى إلى هذه الإصابة. نتمنى أن لا تكون إصابة بليغة بالنسبة لحسن يسري. التقدم لفائدة المنتخب المصري 20 مقابل 19. والصورة أحيانا تغيب ثم تعود. الهجوم لفائدة المنتخب التونسي الآن. وتغطية جيدة من الدفاع المصري
على الجهة اليمنى للهجوم التونسي التي كانت في الشوط الأول قد حققت 8 أهداف، 5 لأيمن حماد، 3 للتواتي. والانزلاق طبعا يعني لابد من الحذر. أيمن حماد ينطلق واستبعاد لمدة دقيقتين، استبعاد لمدة دقيقتين. لابد أن يتحرك الحكم، لأنه إذا لم يتحرك أعتقد هذه الثالثة إذا كانت للاعب حسن عواد. حسن عواد إذا كانت له سيغادر نهائيا إن لم تكن حساباتي مخطئة. بالفعل يخرج نهائيا. مخالفة لفات أيمن حماد. ويخرج إذن حسن عواد، يغادر الملعب نهائيا، يتحول إلى مقاعد المتفرجين. بالفعل يعني هو قام بمحاولة مسك، ثم تذكر ربما أنه مهدد فتخلى عنها، ولكن الحكم طبعا كان قريبا جدا. والحارس النقيب مرة أخرى يتصدى لمحاولة أيمن عياد الذي يشكو يبدو من إصابة أيضا. والمباراة يعني أخشى عليها أن تتحول إلى كثير من هذه المشاهد. أمامنا هدف مصري آخر، خطأ في التغطية ودخول متأخر، هناك مكان بدون رقابة، وانطلاق جيد للاعب محمد إبراهيم عبد السلام الذي يسجل الهدف 21، ولكن اصطدام بينه وبين حارس المرمى 21 مقابل 19. نزل مستوى المباراة، نزل كثيرا مستوى المباراة بسبب التدخلات التي فيها نوع من الخشونة والاصطدامات، والأرضية التي لا تساعد في الواقع أو تساعد على حصول الاصطدامات. محمد إبراهيم عبد السلام يعود، اصطدام بينه وبين مروان مقايز، طبعا ليس فيه أي نية سيئة بين اللاعبين. أمامنا أو هاني الفخراني، هاني الفخراني على الخطأ. هاني الفخراني كنت أحسب أنه محمد إبراهيم عبد السلام، هناك شبه بينهما. حاولت التحرك بسرعة، كرة على رجل الحال اللاعب تبقى لفائدة المنتخب التونسي وسام حمام. مباشرة التواتي والقائم الأول والهدف رقم 20. حاول الاستفادة طبعا الجيد أو الإيجابي بالنسبة للمنتخب المصري أنه كان في نقص عددي ونجح في التسجيل، وبذلك يحمي نفسه. يحاول الآن الاحتفاظ بالكرة، انطلاق من بعيد، والهجوم يتواصل. حسن يسري، حسين زكي، والأحمر يبحث عن الخطأ، والحارس هذه المرة مقايز يتألق. والهجوم لفائدة المنتخب التونسي الآن، ولكن العودة الدفاعية للمنتخب المصري أفضل من السابق. هناك تغييرات بين الدفاع والهجوم بالنسبة للمنتخب التونسي. مروان مقايز إذا في المكان المناسب، مع أن الكرة كانت خطيرة وصعبة جدا.
ومرة أخرى النقيب يتصدى لتسديد وسام حمام. لا يلقى أو لا يجد التحضير اللازم وسام حمام. بينما اللاعب الشاب إبراهيم لاغا على مقعد احتياط المنتخب التونسي يعبر عن خوفه من هذه المباراة، كيف تحولت المباراة وأصبحت صعبة جدا على المنتخب التونسي رغم أنه كان متفوقا بفارق 5 أهداف. والكرة مرة أخرى للحارس النقيب. الهجوم التونسي لا يجد الإمكانية لبناء اللعب كما ينبغي، والفضل في ذلك لتألق الدفاع وتألق أيضا حارس المرمى محمد حماد النقيب. 21 مقابل 20 دائما لفئة المنتخب المصري. حاول فتح الدفاع التونسي. عبد السلام يسري ويرفض الهدف. هناك مشي بالكرة، هناك مشي بالكرة، وحسن يسري يتألم مجددا من الأرضية. والمدرب عرفان إسماعيلوفيتش كان يتمنى أن يعتمد الهدف. ومروان مقايز ممتازة جدا. مروان مقايز يتألق، ولكن ماذا يقرر الحكم؟ هل هي رمية جزاء؟ ربما رمية جزاء. بالفعل رمية جزاء لفئة المنتخب المصري. أمامنا الإعادة. رمية جزاء لفئة حسن يسري، وفرصة الهدف الثاني والعشرين لفئة المنتخب المصري الذي يقدم الآن أداء أفضل من المنتخب التونسي. أحمد الأحمر ويسجل أحمد الأحمر 22 مقابل 20 لفئة المنتخب المصري. نشعر أن الدفاع المصري أكثر حركية، أكثر عزيمة، أكثر ربما الاندفاع نحو لمنع المهاجمين التونسيين من القيام بالبناء الهجومي. وعصام تاج يذلل الفارق 21 مقابل 22. تمريرة ذكية من صبحي سعيد، وأيضا مهارة كبيرة لعصام تاج. كرة صعبة على حارس المرمى النقيب. ودفاع التونسي في مشكل، أمام مشكل. لماذا؟ وخروج لمدة دقيقتين لعصام تاج. خروج لمدة دقيقتين لعصام تاج، وهذا الخروج ربما قد يؤثر على المنتخب التونسي. أمامنا الإعادة. أمامنا الإعادة وتفوق عددي لفئة المنتخب المصري. كيف سيتصرف الدفاع التونسي الآن؟ وممتازة جدا تسديدة محمد إبراهيم عبد السلام، والهدف 23 أمامنا. ارتقاء ممتاز جدا وتأخر في التصدي من الدفاع التونسي الذي يواصل الاعتماد على نفس الطريقة. عملية تقاطع، ودائما الفارق بهدفين لفئة المنتخب المصري الذي كما قلت يقدم شوط ثاني ممتاز للغاية. براعة حارس المرمى حماد النقيب والتحسن الدفاعي الكبير. أيمن حماد يحاول، وتبقى الكرة لفئة المنتخب التونسي. وهناك إعلان باللعب السلبي. هناك إعلان باللعب السلبي. طبعا لابد من التسديد. أفضل شيء طبعا بالنسبة لوسام حمام أن تكون هناك حائط صيانة.
وحذاري من الحكم. يقترب وسام حمام لمنطقة 9 أمتار ويستبعد لاعب لمدة دقيقتين. كان الحكم كان ينتظر ذلك. يخرج إذن مصطفى محمد سيد أعتقد. محمد أحمد يخرج. خروج إذن محمد أحمد رمضان لمدة دقيقتين، وهناك إذن باللعب السلبي. بينما المدرب إسماعيلوفيتش يناقش الحكمين، لا فائدة في ذلك. لا يحق للمدافع بعد أن ينبه عليه الحكم أن يقترب أكثر من 3 أمتار من اللاعب الذي سينفذ المخالفة. وكرة تضيع، كرة السحب بن عزيزة تضيع، وتضيع معها فرصة تذليل الفارق والمنتخب التونسي. أمامنا الكرة رغم أنها كانت كرة أرضية، لكن ربما تسرع بن عزيزة في عملية تصويب الكرة. تبقى النتيجة على حالها لفات المنتخب التونسي 23 هدف مقابل 21. والتصدي من ممجيز، هجمة لفات المنتخب التونسي الآن، وكرة أخرى خارج المرمى. غريبة للمرة الثانية إذن المنتخب التونسي يضيع كرة ثمينة. والهدف يحتسب لحسين زكي. يعني الأمور أصبحت أنا خوفي على الحكمين من أن يفقد السيطرة على هذه المباراة بصراحة. هذا هدف حسين زكي، ومحاولة الرد بسرعة من جانب المنتخب التونسي. مردود ممتاز جدا المنتخب المصري في هذا الشوط الثاني مقارنة بمردوده في الشوط الأول، خاصة في الفترة الثانية من الشوط الأول. وتصحيح في النتيجة 24-21 قبل نهاية المباراة ب6 دقائق. أقل من 6 دقائق المنتخب المصري متفوق بفارق 3 أهداف. ويقترب المنتخب المصري، ورمية جزاء لفات المنتخب التونسي، وهناك استبعاد لمدة دقيقتين. والتواتي أعتقد أيضا يعاني من إصابة. حسين عبدو يخرج لمدة دقيقتين. أمامنا هناك الركبة. رمية جزاء، ويتألم التواتي. جلال الدين التواتي لاعب نادي تولوز. نادي دنكرك عفوا. المباراة شهدت نقاشات عديدة
وهي أجواء إفريقية بينما التواتي يغادر. التواتي يغادر وإصابة تبدو بليغة. وسام حمام في تنفيذ رمية الجزاء. طبعا المنتخب التونسي أفلت كرتين ثمينتين وعليه أن يسجل هذه الكرة إذا أراد أن يبقى في المباراة، لأنه المنتخب المصري متفوق بفرق 3 أهداف الآن. والحارس النقيب إذن يتصدى بنجاح. الحارس النقيب يتألق ويتصدى لهذه الرمية الجزائية، ولكن الهدف يأتي أعتقد من اللاعب الشاب إبراهيم لاغا الذي دخل بسرعة. لاعب 22 سنة، جناح أيمن، ومحاولة المنتخب التونسي من الاستفادة من تفوقه العددي. خمس دقائق و7 ثواني بالضبط وصلنا على نهاية المباراة. الفارق هدفان لفئة المنتخب المصري. دقائق ستكون ساخنة للغاية. والحارس النقيب حقيقة إن فاز المنتخب المصري فالفضل الكبير يعود لهذا الحارس. ورمية 9 أمتار ومروان بالحاج. الحكم كان قريب ولا أعتقد أن هناك شيء. ليس هناك طبعا محاولة من محمد إبراهيم عبد السلام أن يكسب الوقت. طبعا كل ثانية تمر هي لفائدة المنتخب المصري، والآن كل شيء ممكن في هذه المباراة. مسح الأرضية ومهمة صعبة للحكمين بصراحة للتفريق في هذه المباراة بين الإصابات الحقيقية. والجمهور الأنغولي يستمتع بهذه المباراة رغم أن مستواها ليس بالكبير، ولكن هو في الواقع ينتظر بشغف مباراة الدور النهائي للسيدات بين أنغولا الساعية إلى لقبها 9 على التوالي والمنتخب الكوت ديفوار. حول تغيير المراكز، والمنتخب التونسي طبعا يلعب الدفاع الشامل. ورمية جزاء، يقول الحكم رمية جزاء، رمية جزاء لفئة المنتخب المصري حسب ما أعتقد. لكن هل هناك ما يدل على ذلك؟ سنتابع إذا كان هناك إعادة. هل كان الدفاع داخل خط الدائرة؟ كانت عرقلة. الإعادة لا تبين لأن ربما الصورة كبيرة، لكن الحكم كان قريبا جدا. رمية جزاء لفئة المنتخب المصري. إذن مهمة جدا هذه الرمية الجزائية. وعامر عبد الرحيم أحد اللاعبين الشبان في المنتخب المصري على مقعد الاحتياط يعبر عن فرحته بهذه الرمية الجزائية. من سينفذ رمية الجزاء؟ أحمد الأحمر، مروان مقايز، وفي الشباك على يمين حارس المرمى. 25 مقابل 22. المنتخب التونسي الآن تحت ضغط الوقت، تحت ضغط الوقت، والمنتخب المصري على مستوى المردود الهجومي أفضل بكثير. والدفاع داخل خط الدائرة، يقول الغربي لاعب الدائرة. والوقت يمر. طبعا الوقت ما زال الوقت، ولكن المنتخب المصري مأخذ أسبقية في النتيجة وأسبقية نفسية أيضا، لأنه الأفضلية الآن على مستوى
التنفيذ والتهديف لفريق المنتخب المصري. الكرة المصرية الآن بعد هذا التألق الجديد من حارس مرمى المنتخب المصري محمد حماد النقيب. حماد النقيب إذن أفضل لاعب مصري في هذه المباراة، والمنتخب التونسي يطالب بمخالفة على مستوى الجناح الأيمن. المدافع الأيمن حسن أبانديتش يتلقى ورقة صفراء والوقت يمر، والمنتخب المصري متقدم بفارق 3 أهداف. شوط ثاني كبير جدا لحارس المرمى حسن محمد النقيب، والكرة تضيع على المنتخب المصري. تنفذ بسرعة. طبعا المخالفات الآن لابد من إيقاف الوقت، يطلب إيقاف الوقت. طبعا صبحي سعيد، هناك عملية مسك وبالفعل استبعاد لمدة دقيقتين. استبعاد لمدة دقيقتين لمحمد رمضان، محمد أحمد رمضان، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة للمنتخب التونسي. نشاهد يعني 24 دقيقة وهناك نقص عددي في الملعب بين الفريقين. طبعا صبحي سعيد، والهدف من الجناح الأيمن 25-23 مرة أخرى من اللاعب الذي دخل منذ حين، اللاعب الشاب إبراهيم لاغا. وما زال في عمر المباراة دقيقتان و46 ثانية بالضبط. المنتخب المصري سيحاول قتل الوقت وهو في نقص عددي، والدفاع التونسي يحاول طبعا الضغط لأنه مطالب بالتحرك إذا أراد أن يبقي على أمله. الحكم يطلب مسح الأرضية وإيقاف الوقت. كيف سيحافظ المنتخب المصري على هذه النتيجة؟ أذكر أنه في صورة التعادل فسيقع إضافة دقيقتين وخروج بن عزيزة لمدة دقيقتين. استبعاد لمدة دقيقتين ضد السحب بن عزيزة. والمنتخب المصري يخف عليه الضغط. قلت أنه في صورة التعادل حصتين إضافيتين ب5 دقائق كل واحدة، إذا استمر التعادل أيضا حصتين إضافيتين أيضا ب5 دقائق، ثم رمية الجزاء. صراع ضد الوقت من المنتخب التونسي، وأيضا صراع ضد الوقت من المنتخب المصري. المصري يبحث على إضاعة الوقت، كسب الوقت، كسب الثواني. والإعداد حسين زكي يحاول الدخول ويكسب مخالفة. ومدرب المنتخب المصري عرفان إسماعيلوفيتش يطلب وقت مستقطع. كما قلت إذن في البداية، هذه هي أجواء مباريات المنتخبات الثلاثة، تونس مصر والجزائر. فرغم أنه طبعا الفارق الكبير الذي ظهر بين المنتخبين التونسي والجزائري، ولكن المنتخب المصري اليوم قدم وجه جديد في الشوط الثاني. دفاع مميز وحارس مرمى ممتاز، ومكنه ذلك من قلب المعطيات التي كانت لفائدة المنتخب التونسي في الشوط الأول.
الكرة دائما في حوزة المنتخب المصري قبل نهاية المباراة بدقيقتين. الفائز في هذه المباراة يذهب إلى بكين 2008 أولمبياد بكين، يتأهل أيضا إلى بطولة العالم القادمة في كرواتيا. الفريق الخاسر أيضا يتأهل إلى بطولة العالم في كرواتيا، ولكن بالنسبة لدورة الألعاب الأولمبية عليه أن يخوضها مع الفريق الثالث وهو المنتخب الجزائري الذي فاز على أنغولا في المباراة الترتيبية، أن يخوض تصفيات مع بعض الفرق الأوروبية في شهر مايو القادم. إعادة تصحيح الوقت طبعا 2:06. صبحي سعيد أمامنا. طبعا الجميع ينتظر يترقب. طبعا الجمهور الأنغولي الغفير موجود هنا يشاهد هذه المباراة، ولكن قلبه في المباراة التالية في صنف السيدات. الجيد أن هذه المباراة تعطي الفرصة تذاكر التأهل إلى بطولة العالم للفرق الثلاثة الأولى، وهي منتخبات المنتخب الفائز بهذه البطولة، أما المنتخب المصري أو المنتخب التونسي وكذلك المنتخب الجزائري، بينما بإمكان فريق عربي آخر أن يتأهل أيضا أو فريقين إلى أولمبياد بكين. وجميلة جدا، مباغتة هدف جميل من أحمد الأحمر مرة أخرى، 26 مقابل 23، باهتة من الدفاع التونسي وأحمد الأحمر، وربما كرة ورمية جزاء لفئة المنتخب التونسي قبل 1:33 من نهاية المباراة. أمامنا الإعادة، خبرة كبيرة في هذه التسديدة من أحمد الأحمر، ورمية الجزاء إذن من سينفذها؟ من سيتحمل تنفيذها أو مسؤولية تنفيذها أمام الحارس المتألق محمد حماد النقيب؟ هذا هو بطل المنتخب المصري اليوم، أنور عياد، وحركة فنية ممتازة جدا من أنور عياد، الهدف 24. وطبعا المنتخب المصري أمامه 1:25 للاحتفاظ بالكرة والاحتفاظ بالنتيجة، سيسعى إلى إضافة هدف آخر إن تمكن. الوقت يمر الانطلاق والتمريرات مخالفة، رمية مخالفة 9 أمتار لفئة المنتخب المصري، والغربي يخرج لمدة 2 دقائق. الحكمان الآن بدأ يطبقان أكثر القانون أكثر من البداية. شاهدنا حرص الحكمين على تطبيق القانون، أصبح حرفيا مع الاقتراب من نهاية المباراة. حدث ذلك في استبعاد اللاعب محمد رمضان، ثم الآن في استبعاد اللاعب الغربي. والدقيقة الأخيرة والمنتخب المصري يحاول الاحتفاظ بالكرة أقصى وقت ممكن، والهدف رقم 27 الهدف 27. إذا المنتخب المصري نظريا إذا يحقق ويتأكد من الفوز، ولكن أمامه 30 ثانية أخرى. عليه أن يحتفظ بالكرة في الثواني المتبقية للفوز باللقب الإفريقي الخامس في سجله.
كرة تونسية والمخالفة لفئة المنتخب التونسي مباشرة، هجمة مرتدة وتضيع هذه الكرة على مروان بالحاج. وفي اعتقادي انتهت المباراة الآن إذا 10 ثواني، والمنتخب المصري إذا يتوج باللقب الإفريقي ال18 بنتيجة 27 مقابل 25. فوز كبير للمنتخب المصري على نظيره التونسي بعدما كان منهزما في الشوط الأول بفارق 5 أهداف. ينجح بفضل الدفاع المميز وبفضل حارسه الممتاز محمد محمود النقيب إذن في الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، بينما ويقطع أيضا التذكرة إلى أولمبياد بكين 2008. فيما على المنتخب التونسي الذي تأهل أيضا إلى بطولة العالم القادمة أن يلعب من أجل التصفيات مع الفرق الأوروبية في شهر مايو القادم. أخوتي إخواني، اللقاء.